في الجزء الأول من الفيلم عرفنا إن سيشم اضطرت تبعت ابنها راج على لندن وهو لسه عنده 6 سنين، وكان وقتها مع خاله، وخاله ده يبقى اسمه راجا. والكلام ده بيكون بعد ما حصل له حاجة غريبة جدا. الولد كان عايش في خوف ورعب طول الوقت ومحدش كان فاهم السبب الحقيقي. وبعد ما عدت 15 سنة راج رجع تاني، بس لما رجع اكتشف السر الخطير، وطلع إن في لعنة متعلقة بيه من أيام ما كان صغير، والسبب إنه اتعرض لعضة من الأفعى وكان وقتها بين الحياة والموت. أمه خافت عليه جدا وما كانش قدامها غير السحر، فاستعانت بكاهن غامض، والكاهن ده عمل له طقوس سحرية غريبة، والطقوس دي خلت الأفعى ترجع تمص السم من جسمه. بس اللي حصل وقتها كان مرعب أكتر. الأفعى دي علشان تقدر تسحب السم اضطرت إنها تنقل روح جوزها جوه جسم راج، ومن اللحظة دي راج بقى مصاب بلعنة تقيلة ومش بيحس بيها لكنه عايش جواها. ولما كبر ورجع بلده تاني الأفعى كانت بتطارده وحاولت تقتله علشان ترجع روح جوزها لمكانها الطبيعي، بس راج وقتها كان لابس بوت في اللحظة دي وما قدرتش إن هي تعضه. الغريب بقى انها لما راحت معاه البيت عشان تحاول تقتله لقت علاقه حب وارتباط قوي جدا بينه وبين امه، فالموضوع ده حنن قلبها شويه عليه، وبدل ما تقتله قررت انها تفضل قريبه منه وتحولت لبشر وقررت تتجوزه وتعيش معاه، وكل ده علشان تفضل جنب روح جوزها اللي ساكنه في جسد راج. وفي الاخر قدرت تقنع الكاهن انه يثبت لها شكلها البشري، وعاشت مع راج من غير ما هو يعرف اي حاجه عن اللي حصل له، والسر ده فضل جواها بعد ما ام راج ماتت، والاتنين عاشوا سعداء وكانوا مبسوطين. لكن للأسف السعادة دي ما كملتش، لأن بعد كام شهر حصلت لهم حادثة وماتوا هما الاتنين. وبكده أكون حكيت لك اللي حصل في الجزء الأول علشان تبقى فاهم القصة قبل ما نبدأ الجزء التاني. ولو حابب تشوف ملخص الجزء الأول بنفسك هتلاقي اللينك موجود في الوصف. ونبدأ الجزء التاني من الفيلم بوصول راجا، وده طبعا خرج واللي كان قاعد في لندن، وبنعرف انه رجع لان منشي مدير اعمال القصر طلب منه انه يرجع. وفي الطريق راجا بيعرف ان راج مات هو ومراته، وان بنتهم نيلام بقت يتيمه، فهو بيزعل جدا عليهم وبياخد بنتهم على طول وبيقول انهم هيعيشوا في المدينه اللي قريبه من القريه. والسنين بتعدي بسرعه وبيمر 20 سنه، وفي اليوم ده بيكون ذكرى وفاه الكاهن، وبيوصل واحد اسمه جونجا وده كان تلميذه، وبعدها بيروح للمعبد، فبيروح لتمثال الكاهن وبيقسم قدامه انه هينتقم، وانه كمان هيوصل للحجر الكريم اللي الكاهن نفسه ما قدرش يوصل له. وفي الوقت ده منشي والخدم بيجهزوا القصر علشان راجا جاي يزور القريه هو ونيلام، ونيلام دي طبعا بنت راج. وبعدها وهما بيكملوا بيشوفوا أفعى جوه القصر وبيحاولوا يقتلوها، بس منشي بيمنعهم وبيقول لهم ان التعبان ده مسالم جدا وبيجي من وقت للتاني وبيمشي لوحده. وبعدها بيوصل راجا وبتكون معاه نيلام، وبتستقبلهم واحده اسمها غتري، وراجا بيعرفهم ببعض. بعدها بيوصل قمار، وقمار ده بيكون ابن غتري وبيكون معاه واحده صاحبته، وبيسلموا على بعض وبيدخلوا القصر سوا. ونيلام لما بتشوف صوره امها بتتفاجئ قد ايه هي شبهها، كانهم توأم. وبعد ما غتري وكمارة بيمشوا نيلام بتسأل راجا، بتقول له احنا هنرجع المدينة امتى؟ فبيرد عليها انه مش ناوي يسيب القصر دلوقتي خالص، ولازم هي تدير املاك ابوها، لكنها بترفض وبتقول له انها مش هتقدر تقعد في القرية اكتر من يومين لانها متعودة على حياة المدينة. وبالليل بتروح لراجا اللي دايما كانت بتقول له يا جدي، وبتعتذر له على طريقتها في الكلام الصبح، وهو بيطمنها وبيقول لها انه مش زعلان وان اهم حاجه عنده انها تكون مبسوطه. بعدها في واحده من الافاعي بتطلع على سريرها، ووقتها بتحس بخوف، وفجاه الافعى بتسيطر عليها وبتاخدها وراها على القصر المهجور، وبيوصلوا للاوضه السريه اللي فيها الحجر الكريم. واول ما نيلام بتشوفه بيطلع منه ضوء ابيض قوي لدرجه انها بتغطي عينيها. في نفس اللحظه جونجا بيحس ان في حد وصل للحجر الكريم، وبيعرف ان الحجر ظهر في المعبد القديم. ونيلام بتحس ان جسمها بيتحرق من تأثير الأفعى، فبتجري وبتخرج من القصر المهجور بسرعة. وفي الوقت ده الكاهن بيوصل للقصر، ولما بيشوفها بيفتكرها راجيني، وده طبعا عشان الشبه اللي بينهم، بس بعدين بيعرف انها بنتها وبيسألها ايه اللي جابك هنا، لكنها بتكون خايفة منه وبتسيبه وبتمشي. وهو بيتأكد ان الحجر ظهر وبيقول انا هوصل له بأي ثمن. وتاني يوم الصبح واحدة من الخدم بتصحي نيلام اللي كانت مصدعة جدا لانها ما نامتش، وبتقول لها انها حلمت انها راحت القصر المهجور اللي جنب الفيلا. والخدامة بتفهمها ان ابوها زمان كان بيروح القصر ده، وان جدتها منعته كذا مرة انه يروحوا. بعدها نيلام بتدخل أوضة أبوها القديمة وبتلاقي دفتر مذكراته، ولما بتقرا كلامه عن الحاجة الغريبة اللي كانت بتشده للقصر الفضول بياكلها وبتقرر تروح هناك. ولما بتوصل بتشوف الكاهن واقف بيعمل طقوس غريبة، ولما هو بيشوفها هي بتجري منه بسرعة، وهو بيطلع يجري وراها وبيسألها ايه اللي جابك هنا تاني، بس هي بترفض ترد عليه. وبعدها بيقرر انه يخطفها علشان يعرف منها مكان الحجر الكريم. وتاني يوم راح على القصر بتاعها، ولما الخدامه حاولت تديله احسان رفض ياخده وقال لها انه ما بيقبلش احسان من الخدم، ولازم صاحبه البيت نفسها هي اللي تديله. ولما الخدامه بلغت نيلام بكلامه طلعت له فعلا بنفسها تديله الاحسان، لكن وقتها حاول يخطفها، وساعتها الافاعي اللي بتحرسها دفعت عنها ولدغته، فاضطر يهرب من القصر وهو بين الحياه والموت، ورجع بسرعه على المعبد. وبعدها دخل اوضته واستعمل الترياق اللي بيخلصه من سم الافعى، وبعدها رماه في اللبن. ولما لقى اللبن اتحول للون الازرق اتاكد ان الافعى اللي لدغته دي
هي فعلا الافعى المكلفه بحمايه راجيني ونسلها. وقتها بيقول انه ما ينفعش يستنى تاني ولازم يستخدم التعبان المسحور اللي حبسه عنده من 15 سنه، والتعبان ده هو اللي هيقدر يجيب نيلام ويعرف منها مكان الحجر. بس قبل ما يخرج التعبان رمى عليه سلسله خرز سحريه وشرح له انها مربوطه بسحر ولازم يفضل لابسها لانها هتكشف اذا كان بينفذ اوامره فعلا ولا بيخونه. بعدها التعبان خرج من الاوضه وبدات فعلا خطته تنجح. وتاني يوم نيلام كانت بتقرا في مذكرات ابوها وفجاه سمعت صوت حد بيغني وصوته كان حلو جدا، فمشيت ورا الصوت لحد ما وصلت لواحد اسمه انند، ولما شافته بيغني فضلت ماشيه وراه في كل مكان. ولما خلص قالت له انت صوتك حلو جدا وسالته عن اسمه، فهو عرفها ان اسمه انند وانه كان مسافر بقاله 15 سنه ورجع علشان يشوف امه وارضه. وقال لها كمان انت اجمل بنت انا شفتها. وطبعا كلامه كان عاجبها وحست بحاجه بتشدها ناحيته. وبعد ما ارتاحت له اتفقوا ان هم يتقابلوا تاني يوم في نفس المكان. ولما رجعت البيت لقت جدها ومدير اعماله بيجهزوا للرجوع للمدينه زي ما هي طلبت، لكن وقتها ما كانتش عايزه تمشي وقالت لجدها انها اقتنعت بكلامه ولازم تفضل في القريه علشان تدير املاكها، وده خلى جدها يكون فرحان ومبسوط. وتاني يوم راحت المكان اللي قابلت فيه انند واستنيته فتره طويله لكنه ما جاش، فزعلت جدا ورجعت للبيت وكانت مستغربه وبتقول لنفسها انا ليه انجذبت للشاب ده مع ان في شباب كتير بيحاولوا معايا، وان هي كانت بترفض تكلم اي حد او تدخل في علاقه مع اي حد. وفي نفس الليله وهي نايمه الافعى المكلفه بحمايتها طلعت على السرير ونيلام مسكتها وقربت منها وفجاه حلمت بانند، لكن ظهر لها في الحلم على هيئه تعبان ضخم. وبعدها صحيت مفزوعه والخدامه دخلت اوضتها وسالتها مالك، فقالت لها انها حلمت بتعبان كبير. فالخدامه قالت لها ان ده حلم حلو لان النهارده عيد الافاعي وده معناه ان في حاجه كويسه هتحصل لك، وطلبت منها تجهز علشان يروحوا المعبد. وهناك قابلت انند وكان معاه والدته، وهي طبعا كانت زعلانه منه جدا انه ما جاش الميعاد ورفضت تكلمه، وهو حاول يصالحها لكنها رفضت لانها كانت لسه زعلانه. وقتها انند عرف امه بنيلام فرحبت بيها وقالت لها انها شبه امها جدا، وبتقول لها انهم كانوا مأجرين ارض من جدها وانه راجل محترم وسمعته طيبه. ولما شافت ان الجو برد ولبس نيلام خفيف اديتها الشال بتاعها وقالت لها انها كانت بتحب امها جدا لانها كانت انسانه طيبه، وطلبت منها تزورهم في البيت قريب. ونيلام وعدتها انها هتزورهم وشكرتها على كلامها الحلو. وبعدها قالت لهم انها لازم تمشي. وقتها شاني طلبت من ابنها انه يوصلها لكنها رفضت ومشيت لوحدها. وتاني يوم انند وهو شغال في الارض جاله مجموعه من الفلاحين بيستنجدوا بيه وقالوا له انهم كانوا واخدين قرض من كومار بضمان المحصول وكانوا هيسددوا له بعد البيع، لكن كومار بعت رجاله النهارده ياخدوا المحصول بالقوه وطلبوا من انند انه يتوسط لهم عند كومار. وانند فعلا بيروح مع الفلاحين وبيواجه كومار وبيطلب منه انه يسيب لهم المحصول وبيعرفوا انهم لو ما سددوش القرض هو بنفسه هيسد مكانهم. فكومار طبعا بيوافق وبيأمر رجالته يسيبوا المحصول للفلاحين. بعدها بكام يوم انندي بيروح لنيلام وبيطلب منها تسامحه، وساعتها هي بتعيط وبتقول له انه كسر قلبها، فبيترجاها انها تسامحه وبيعرفها سبب غيابه عن الميعاد، وبيقول لها ان امه لما شافته بعد 15 سنه رفضت تسيبه وطلبت منه يفضل جنبها. ولما نيلام سالته كان فين السنين دي كلها حاول يغير الموضوع لكنه اعترف لها انه بيحبها ووعدها ان عمره ما هيزعلها تاني. وفي اللحظة دي كومار شافهم مع بعض، وفي الوقت ده هم بيبقوا قريبين جدا من بعض وبدأوا يتقابلوا كل يوم. وفي يوم راحوا مع بعض للقصر المهجور، وهناك انند قال لها ان ابوه لما كان صغير اتلدغ من تعبان في نفس القصر ده وبعدها التعبان مات. سالها انت تعرفي مكان الحجر الكريم؟ ردت عليه وقالت له لا، فشرح لها ان الحجر ده زي الكنز زيه زي المصباح السحري كده، ولو امتلكته هتبقى ملكه الدنيا دي كلها بالقوه والسلطه اللي فيه. وطلب منها انهم يدوروا عليه هما الاثنين لكنها رفضت وقالت له انت عندي اغلى من كنوز الدنيا دي كلها. وفي اللحظه دي تحس ان ضميره صحي ونيلام طلبت منه يروح يزور امه. ولما خرجوا من القصر الكاهن كان هناك وشافهم واتضايق جدا لان انندي ما قدرش يعرف مكان الحجر منها، والاكتر انه اتاكد ان انندي خانه وبيحب نيلام. بعدها بنشوف انندي راكب عربيته وبيكون معاه الافعى اللي بتحرسها، ولما بيوصلوا البيت شاني بتستقبلهم وفرحت جدا اللي هي زارتهم زي ما وعدتها. وانندي دخل يغير هدومه ونيلام شافت صورة طفل عنده 7 سنين فسألت شاني عنه فعرفتها انها صورة انندي وهو صغير، وان الصورة دي كانت بتصبرها على فراقه طول ال 15 سنة. فشاني بدأت تحكي لها انها فقدت الامل انها تلاقيه لكنه رجع بعد السنين دي كلها، وان ده كان اجمل يوم في حياتها. وقالت لها ان هو مستحيل يبعد عنها تاني، وبتقول لها انا نفسي ان هو يتجوزك، وهي ردت عليها وقالت لها تروح تطلبها من جدها. ونيلام بعدها كانت فرحانه جدا وقالت لها طبعا انا موافقه. ولما انندي خرج من اوضته كان لابس السلسله المسحوره اللي عليها تعويذه الكاهن، وفي نفس الوقت نيلام قالت له ان امه عايزه تجوزه ليها، لكن هو كان باين عليه انه مش متحمس للفكره وده ضايقها جدا. لكن الافعى استخدمت قوتها وكسرت السلسله، ووقتها انندي قدر يتحرر من سيطره الكاهن، وبعدين قال لها انه اسعد واحد في الدنيا
علشان هيتجوزها. الكاهن هنا حس بالخيانة وراح يواجهه وقال له انه ما ينفعش يتجوزها، وهدده انه هيقتلها لو ده حصل. بس اناندي اتعصب وقال له لو حاولت تأذيها انا اللي هقتلك من غير اي رحمة. ونيلام لما رجعت بيت جدها اتفاجئت ان غتري كانت موجودة وطلبت ايديها القمار، لكن هي رفضت. طبعا غتري اتضايقت ومشيت. وبعدها راجا عرف منها انها بتحب شاب بسيط اسمه اناند، وجدها بيقول لها ان اهم حاجة عنده انها تكون بتحب اللي هتتجوزه، مش مهم غني ولا فقير. وقتها غتري رجعت وقالت لكمار ان هو اترفض، وكمار طبعا عرف ان هو اترفض بسبب اناند. وفي نفس الليلة خد معاه شوية بلطجية وراحوا المزرعة وولعوا في المحصول بتاع أناند كله، وبدأت معركة عنيفة بينهم وبين الفلاحين. بس أناند قدر يضرب كمار، وفي اللحظة دي غتري وراجا ونيلام وصلوا، وغتري اعتذرت وقالت إنها مستعدة تدفع ثمن كل المحصول لأنها متأكدة إن كمار هو اللي عمل كده، لكن أناند بيرفض. وبعدها راجا بيهزق كمار وقال لأناند إن هو هيعوضه، لكن رفض برضه وقال له إن هو هيزرع الأرض دي تاني. راجا طبعا اتبسط من شخصيته جدا، وبعدها وافق من جوازه لنيلام. وبعد الخطوبة بكام يوم أناند وهو في طريقه للمزرعة شاف عربية بتخبط واحد، والسواق هرب وسابه مرمي على الأرض. وفي الوقت ده تلاميذ الكاهن شالوه من على الطريق ورموه على جنب، وأناند وقف بعربيته وطلبوا منه يوصل الكاهن للمعبد. ولما وصلوه دخلوا بيه اوضته، وبعدها تلاميذه خرجوا وقفلوا الباب، وأناند لقى نفسه محبوس مع الكاهن. الكاهن بص له وقال له انا هرجعك تاني تعبان باستخدام سحري. وأناند حاول يقاوم ويتخانق معاه، لكن في الآخر للأسف الكاهن استخدم قوته وسحره، وبعدها حبسه جوه قفص حديد، وبالفعل رجعه تاني لتعبان. وفي نفس الليلة شاني كانت قلقانة جدا على ابنها، فطلبت من خدام البيت انهم يروحوا يدوروا عليه عند خطيبته. وبعد شوية نيلام وجدها وصلوا لبيت شاني، وبنشوف ان هي قلقانة جدا على أناند، لكنهم حاولوا يطمنوا امه. وبعد ما مرت 4 ايام الكاهن كان لسه حابس التعبان اللي فيه روح أناند، وكان محبوس جوه برطمان ازاز. وفي نفس الوقت الافعى اللي بتحرس نيلام نقلت جزء من قوتها ليها ولدغتها، وساعتها اكتسبت نفس القوة اللي كانت عند امها، وقدرت تعرف فين مكان أناند، وراحت وحررته من سجنه. ولما خرجوا أناند حكى لها عن اللغز اللي كان دايما مخبيه عليها، وبيقول لها انه لما كان عنده 7 سنين الكاهن ده خطفه ودفنه في تابوت مليان جماجم بشر، وبعدين حوله لتعبان باستخدام السحر، وفضل حبسه 15 سنة. وبعدها الكاهن رجعني لشكل البشري تاني، وطلب مني ان انا اخدعك، وكان عايزني اقرب منك علشان توصليني للحجر الكريم. بس انا لما حبيتك بجد قررت ان انا ما نفذش اوامر الكاهن ده. وبيقول لها عشان اللعنة دي تخلص ونعيش في سلام لازم الكاهن ده يموت. نيلام طبعا بترفض لأنها كانت خايفة عليه من سحر الكاهن، وطلبت منه يرجع لأمه ويطمنها عليه. ولما رجعوا البيت قالوا لأمه إنه كان مسافر المدينة وقابل أصحابه في الشغل، وراجا طلب منهم إنهم يتجوزوا بسرعة. وتاني يوم فعلا اتجوزوا، بس الكاهن قرر انه يخلص عليهم في الفرح، وركب حصانه علشان يروح لهم. وفي الطريق الافعى ظهرت قدامه، والحصان طبعا خاف منها ووقع الكاهن من عليه، وبعدها راسه اتخبطت فهرب ورجع المعبد. وقرر يستخدم السحر الاسود علشان يقتل أناند، وكمان علشان يحبس نيلام مكانه. تاني يوم نيلام حست بخطر على جوزها، وكان الكاهن قدر يحاصر الافاعي اللي بتحرسها. ولما حست هي بده راحت على المعبد بسرعه واستخدمت قوتها وحررت الافعى، بس الكاهن واتباعه قدروا يسيطروا عليها. وقبل ما يحولها لتعبان ويحطها مكان أناند بيوصل، وبدات معركه كبيره بينه وبين اتباع الكاهن. وفي الاخر أناند قدر يتغلب عليهم وكان هيقتل الكاهن، لكن راجا وصل في اللحظه الاخيره ومنعه، وقال للكاهن انا عرفت كل حاجه واحنا مش هنقتلك، بس خد الحجر الكريم وامشي من القريه وما ترجعش هنا تاني. والكاهن فعلا قرب من الصندوق اللي فيه الحجر الكريم، بس وقتها نيلام قلقت منه وحست ان هو نيته مش سليمه، وانه هيستخدم الحجر ده علشان يخلص عليها هي وجوزها. ولما مد ايده علشان ياخد الحجر الافاعي اللي بتحميها لفت حوالين ايده وعضته، وساعتها الكاهن وقع على الارض ومات، وخلصوا منه ومن شره للابد. وفي الاخر عاشوا في سلام وكملوا حياتهم مع بعض. ولحد هنا بينتهي الفيلم. بتمنى يكون الملخص عجبك. سلام.